يعني الفانوس المنور في نص الشارع في بيت تيتا، وحواليه الزينة وهي بتهفهف وبتعمل صوت جميل زي الموسيقى مع أي نسمة هوا معدية. ببقى واقفة في البلكونة مستنية المغرب وأنا طفلة صغيرة، سواء صايمة أو مش صايمة أنا مستنية المغرب. أتدور ألاقي قرآن المغرب شغال، وبعديه أذان المغرب في القاهرة، وبعدين بعدها بحاجة بسيطة يبدأ أذان المغرب في اسكندرية، وأشوفهم وهم بيتبادلوا كوبايات الخشاف مع بعض، وكل واحد بيدعي للتاني بالصيام المغرب. دي صورة رمضان في دماغي، بيت تيتا، شوربة الطماطم الجميلة اللي كانت بتعملها ماما، وعمري ما دقت في حياتي أجمل منها، على مسلسل بكار أو طمطم وفزورة والكاميرا الخفية وأي مسلسل حلو نتفرج عليه. وبعدين التلفزيون يطفي وأبدأ أعمل الواجب بتاعي. كان بيبقى واجب خفيف وحاجة بسيطة تتناسب مع شهر رمضان. وقتها رمضان كان بيجي في عز الشتاء، جو ساقعة وبرد وليل طويل والدنيا بتشتي وصوت مطر جامد، وفي وسط كل الصوت دوت صوت خفيف هادي جميل روحاني جاي من بره، صوت قرآن. يبدأ الشيخ يقرأ الحمد لله رب العالمين، وبعد كده يقرأ صور كتيرة. أنا وقتها ما كنتش حافظة القرآن غير حاجات بسيطة، الفاتحة، الإخلاص، الفلق والناس، وكمان بتلخبط فيها، بس الصوت جميل قوي مرتبط عندي برمضان. بروح لماما بسألها ايه يا ماما الصوت الجميل دوت، وازاي ممكن يقعد ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين والناس تقعد تصلي الوقت ده الطويل دوت وتدعي ربنا من غير ما تتعب. تقول لي دي صلاة التراويح، هي صلاة سنة عن النبي والناس بتحب تصليها في رمضان. وتيجي العشرة الأواخر ويبدأ تاني صوت زي يستمر ساعة، ساعة ونص، ساعتين. بالليل متأخر في عز البرد والمطر الناس عمرها ما لغت الصلاة دي، ويجي بابا في نص الليل بالليل متأخر أسأله يا بابا ايه الصلاة دي؟ يقول لي دي صلاة التهجد، الناس بتحب تصلي وتدعي في الوقت دوت عشان ربنا بيستجيب، ما بالك رمضان هيستجيب ربنا أكتر. وتفضل صلاة التراويح والتهجد بالنسبة لي حاجة مجهولة، صوت حلو بسمعه بيربطني بس برمضان. وتمر الأيام ونسيب شقتنا القديمة ونسكن في شقة تانية هي عزيزة على قلبي قوي، اسمها شقة المروة. شقة المروة دي كان تحتينا مسجد صغير، وكان من عادة السكان إنهم بعد الفطار يجمعوا بعض وكل واحد يلبس لبس الصلاة بتاعه ويجمعوا بعضيهم وينزلوا يصلوا. كانوا بيحبوا بعض قوي وكانوا صحاب، وكان من عادتهم اي حد بيدخل في وسطيهم يتصاحبوا عليه وياخدوه معاهم. ما كنتش اعرف حاجه عن المساجد، لا انا ولا اختي ولا ماما. في يوم خبطت جاره وقالت لنا تعالوا ننزل نصلي التراويح. تمام، نزلنا صلينا، خدتنا ماما انا واختي، لبست الطرحه على اي حاجه نص كم. وقتها ما كنتش بعرف لا اتوضى ولا اصلي، بس اهو بعك اي حاجه. نزلت لأول مرة مع الولاد والجيران وهم معاهم الصواريخ والبومب ونازلين كلهم يصلوا. نزلنا وصلينا، كنت أول مرة أشوف بعيني صلاة التراويح. وقتها الشيخ كان بيقرا سورة يوسف. سورة يوسف بالذات كنت عارفاها وحافظاها، كانت دايما ماما تشغلها يوم الخميس بصوت الشيخ عبد الباسط. كنت حافظاها كويس قوي بنفس نغمة صوته. الشيخ كمان كان صوته حلو، يمكن انا وقتها تعبت ورجلي وجعتني وزهقت وململت وكنت عايزه اطلع، بس ارتبطت بصلاه التراويح. بالنسبه لي ما بحسش برمضان غير لما اعمل الطقس ده، صلاه التراويح كل يوم حتى لو سرحانه او مش مركزه. ولما دخلت الثانوي وبدات ادخل الدروس بعدت تماما عن صلاه التراويح ورجعت لها تاني في الكليه، وبقت جزء من يومي. اخلص الفطار واوام اجري البس العبايه بتاعتي وابدا اصلي التراويح واطلع على عصير مكتب اشرب عصير مع اصحابي، ونرجع تاني نص الليل ناخد اي حاجه كده ونشرب اي حاجه ونرجع تاني ننزل نصلي التهجد وبعدين نريح
ونطلع نتسحر وننزل تاني نصلي الفجر ونقعد لغاية الشروق. لما كبرت أكتر وحفظت من القرآن، كان بالنسبة لي أجمل شيء إن أنا آخد فنجان القهوة بتاعي وأحضر ليا واحد والماما واحد، وأقعد بعد الفطار مع نفسي وأسيبها هي تنزل، واستنى لغاية نص الليل وأصلي أنا لوحدي. بحب أسمع صوتي وأنا بصلي، صوتي وأنا بدعي ربنا. علاقتي بالمساجد قلت جدا، بس بقيت أحب ركن الصلاة اللي بصلي فيه لوحدي في البيت. في رمضان 2021 ماما سابتنا، وكان بالنسبة لي رمضان بيخش بمشاعر صعبة جدا. دايما بفتكر الأيام اللي هي دخلت فيها المستشفى. ماما دخلت المستشفى واحنا بنتسحر أول يوم رمضان، فبقى بالنسبة لي دخلت رمضان كابوس. زينة رمضان ما بحبش أشوفها. صلاة التراويح بصليها لوحدي كده في البيت، مش بعمل أي حاجة. ولأني بطبيعتي شخص بيحب يخرج من أزماته بشكل إيجابي ويدور على مخرج نور لنفسه، قررت رمضان دوت يكون شكله مختلف تماما. أنزل الشارع بعد الفطار، بعد ما اخد قهوتي واشم نسمة الهواء اللي بتبقى موجودة دايما في رمضان. نسمة هواء خفيفة كده وجميلة. مهما كان رمضان جه في الحر أو جه في البرد، دايما في نسمة هواء خفيفة، دايما في هدوء في الشوارع، دايما شكل الناس مرتاح. قررت ان انا اشوف الانوار، حفلة الانشاد، الليالي الحلوة بتاعت رمضان، وانبسط بيها. يمكن الصلاة مش هتبقى طويلة زي كل سنة، ما وعدتش ربنا بده، لاني اوقات كتير ما بقتش اقدر اعمل ده زي زمان. بس في حاجة مش هبطل اعملها، ابعت رسائل ربنا، ارفع الرسائل دي كل يوم للسماء وانا مستنية، وهي هتنزل طول السنة مطر تطرح في ارضي كل الخير والامنيات اللي رفعتهم لله.